ليه يا بابا اضطريت تعمل كده؟ ليه يا حبيبي تعمل ليه تكذب كده وتبهدلنا وتلطعنا القفا المتين ده؟ فقال لك علشان في مواقع وصفحات على الفيسبوك عملت عليا ضغط ان انا اعمل كده، وان انا اتهددت بالقتل لو ما عملتش كده. سواء الواد ده كذاب في القصه والفيلم اللي هو بيقوله ده او مش كذاب، هو طلع كذاب في مساله المسابقه، لكن فكره كذاب في فكره ان في صفحات ومش عارف ايه وهددوه بالقتل لو ما طلعش وعمل كده. احنا عندنا مشكله كبيره ان احنا في وطن، في دوله تغيب فيها الحقيقه. هتقولوا لي وانت هتعمل نفسك؟ اقول لكم مش هعمل نفسي حاجه، انا اول واحد اتلطعت، وانا قلت لكم على اهو لسه القفا معلم على قفايا، ما عنديش مشكله خالص. بس القصه انه لازم يبقى في طريقه اكتر من كده في مصر تظهر فيها الحقائق ونتثبت فيها من الاشياء، عشان ما اكثر المدعين في هذا البلد، وما اكثر الفتائين في هذا البلد، ما اكثر المتنطعين. على فكره مش بس عبد الرحيم راضي في مساله، في كل حاجه، في السياسه وفي القانون. في كتير من الناس، او ده الشاب اللي كان معانا اللي ادعى ان هو حصل على الجائزه. خدوا بالكم، وانا بقولها على مسؤوليتي وعلى عهدتي، في مصر مليون عبد الرحيم راضي في كل المجالات. في السياسه في مدعين وكذابين كثر، وفي القانون، وفي الحقوق الانسان، وفي الهندسه، وفي الطب، وفي الاعلام.